اهلا بيكم، معاكم إريني من قناة ايجي تورينا. النهاردة هفرجكم على خليج نعمة، والمكان هنا من اشهر الاماكن في شرم، علشان في عدد كبير من المحلات والبازارات والمطاعم، وكمان في عدد كبير من الفنادق. والفنادق هنا متنوعة، بتبدأ من 3 نجوم حتى 5 نجوم، واشهرهم فالكون وكاتاراكت ومارينا. ودول عملت لكم عنهم حلقات مفصلة، تقدروا تشوفوهم في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. احنا دلوقتي بالظبط قدام فندق كاتاراكت، وقدامه بيكون في مول وفي عدد من الكافيهات. المكان هنا زي ما احنا شايفين فاضي وهادي الاتنين، ودي احسن حاجة. الوقت هنا كانت الساعة 7 الصبح، كل الناس طبعا بتطلع على الفطار. الفطار غالبا بيبدأ من 7 ل9 في اي اوتيل انت بتبقى نازل فيه. والميزة هنا كمان ان بتلاقي وقتك متنظم في كل حاجة. بعد الفطار بتقضي الوقت في البسين او في البحر، وفي البحر بتعمل بقى كل الانشطه المائيه اللي انا كلمتكم عنها قبل كده، والالعاب اللي هناك، ودي سايبالكم برضو اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. وكل الكافيهات اللي احنا شايفينها مقفوله دي بتفتح كلها بعد الظهر. كل حاجه هنا بتشتغل بتوقيت منظم، سواء في فتح المحلات ليها مواعيد، خاصه الكافيهات. الكافيهات بتفتح كلها تقريبا في نفس التوقيت، وبتقفل برضو في نفس التوقيت، وكل حاجه هنا ليها نظام. حتى عمال النظافة بينزلوا شغلهم بدري، وبنلاقي النظافة هنا على أعلى مستوى في مدينة شرم عموما، لأن بلد زي كده هي واجهة سياحية، وأي سائح بيبقى جاي من برا مصر أول حاجة بتلفت نظره هي النظافة. وهنا نظافة على أعلى مستوى زي ما احنا شايفين. وهنا بعد ما خلصنا الشارع اللي هو فيه فندق كاتاراكت، بنطلع على الشارع الرئيسي لخليج نعمة، بنلاقي قدامنا بودا بار. ده من اشهر المطاعم، وهي اصلا بتأسس في فرنسا في باريس سنة 1996، وفي منه فرع في الغردقة وفرع تاني في الزمالك. ورانا كده في فندق مارينا. بنمشي شوية قدام بعد بودا بار، نفضل مكملين، هنلاقي التماثيل بتاعت بودا على ايدنا الشمال اهي. دي مكان برضو بيبقى مشهور قوي بالليل للتصوير. وبعد كده بنلاقي فندق تروبيتال نعمة باي، ده فندق 5 ستارز. وهنا في امان في البلد كلها، سواء في اي وقت انت بتنزل فيه الصبح او بالليل. مستوى الامان هنا عالي جدا، بتلاقي عربيات الشرطة والتأمين في كل الشوارع بتأمن. الجنب التاني زي ما احنا شايفين في عربية، وفي كافيه هارد روك، ودي العربية اللي معظم الناس بتحب تيجي تتصور عندها، وبتبقى زحمة جدا بالليل. والجنب التاني في فندق نعمة ان، هعملكوا عنه حلقة لوحدها. كده وصلنا عند نص الشارع واتفرجنا عليه بالنهار، تعالوا نشوف النص التاني بالليل. حسيتوا بالفرق اكيد، فرق كبير ما بين الصبح وبالليل. هنا بنلاقي كل المحلات فتحت وكل الكافيهات، وده اول الشارع. من الناحية التانية بنلاقي كده في الاول في فودافون، وجنبيه في الاكسكرجنز او مكاتب الرحلات اللي بتحجزوا منها كل الرحلات اللي عايزين تعملوها. المحلات هنا فتحت وبتبيع بقى كل حاجة انتم متخيلينها، في مثلا السوفونيرز لو عايزين تشتروا حاجة هنا هدايا، في كمان كل الحاجات اللي انتم متخيلين ممكن تشتروها هنا بتجيبوها بأسعار كويسة جدا. الصف الشمال اللي انا ماشية فيه ده اللي هو خاص بالبازارات والمحلات، في محلات هنا كمان عاملة عروض سيل 50%، ومحلات بتاعت شنط حلوة قوي، ومحلات شوزات وهدوم، وكلها اسعارها كويسة جدا. وبرغم ان المكان هنا سياحي المفروض اسعاره تكون مختلفة، لكن بتلاقي ان اسعاره كويسة جدا مقارنة مثلا باسكندرية. ممكن تلاقي نفس الحاجة هي وتلاقي نفس السعر، وحتى الاسعار دي برضو بالنسبة للاجانب بتعتبر كويسة. والجنب التاني فيه الكافيهات، وكل كافيه بياخد ستايل معين، وكل كافيه برضو منهم بيحب ان هو يقدم عروض مختلفة، زي مثلا عرض التنورة، عرض مثلا فقرة الساحر، او مثلا بيجيبوا انيميشن اجانب بيعملوا عروض مختلفة.
بنفضل مكملين، هنلاقي KFC، بيتزا هات، وايس كريم، وكل الحاجات دي. بقى لو انتوا مثلا مش اخدين وجبة غدا او حابين تاخدوا حاجة سريعة، بتلاقوها هنا جنب الاوتيل اللي انتوا نازلين فيه. في ناس كتير مش بتحب تاخد الاول انكلوسيف في الاوتيل، فبتلاقي محلات ومطاعم تانية كتيرة جدا في الشارع هنا تقدروا ان انتوا تقعدوا فيها في اي وقت. السكرين اللي قدامنا دي هي خاصة بجنينة مول، وده عبارة عن مول كبير بيكون فيه حفلات وعروض بالليل وانيميشن اجانب وحاجات كتير قوي. ده بيبقى فوق الجبل وبتوصلوا له عن طريق السلالم اللي بالكهرباء. بيبقى مكانه بالظبط جنب فندق نعمة بلو، وقبل فندق فالكون ستار. ده هارد روك كافيه، بيبقى ستايله امريكان، بيقدم الاكل الامريكان زي البرجر زي التندر، وهو بيبقى ريستوران عادي مفتوح، وبالليل بيبقى بار او ديسكوتيكا. فاكرين العربية بتاعته المشهورة اللي وريتها لكم بالنهار؟ دي شكلها بالليل وكله بيجي يتصور عندها. وزي ما قلت لكم احنا هنا بنبقى في اجازه، لكن وقتنا بيبقى منظم جدا. الصبح بيبقى وقتنا في معظمه في البحر والبسين، وبنلعب الالعاب المائيه الجميله، وبنستكشف بقى جمال البحر الاحمر. وبعد الظهر بننزل تاني علشان نستكشف كل مدينه شرم، وسواء احنا بننزل في اي مكان زي خليج نعمه او سو سكوير او الهضبه، فكل المكان ده بنلاقي فيه حاجات جميله جدا، وبنلاقي وسائل ترفيهيه كتيره. وشرم هي مدينة السلام، ودايما بيحصل فيها أهم المؤتمرات على مستوى مصر والعالم. وإن شاء الله شهر 11 الجاي نوفمبر، شرم هتستعد لاستقبال مؤتمر المناخ بحضور أكتر من 150 شخصية مهمة ووزراء على مستوى العالم. وده المفروض كان يتعمل في 2020، ولكن بسبب أحداث الكورونا فهيتعمل إن شاء الله السنة دي. هستنى اقتراحاتكم في الفيديوهات اللي حابين تشوفوها الفترة اللي جاية، وما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو، وتدعموا القناة وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس الاشتراك عشان توصلكم الفيديوهات اول باول. وانتظروا حلقات تانية كتير عن اماكن سياحية حلوة في مصر. شكرا لمتابعتكم.